تعذب فريق الوداد البيضاوي قبل أن يضمن التأهل لدور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية بفضل الضربات الترجيحية التي منحته الامتياز والتفوق على حساب خصمه منانا الغابوني بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما اليوم بالعاصمة ليبروفيل بهدف نظيف لفائدة المحليين، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب قبل أسبوع بمدينة الرباط لفائدة الفريق الأحمر. وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وتميز في أغلب أطواره بالتكافؤ، وبقلت الفرص الواضحة للتسجيل. وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي، أعلن الحكم الكاميروني عن ضربة خطأ لفائدة منانا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، سجل منها المهاجم كلوفير هدف التعادل لفريقه ليحتكم الطرفان للضربات الترجيحية التي عرفت تألق الحارس المعروبي بتصديه لتسديدة سيدريك، في حين سجل كل لاعبي الوداد، ما مكن الفريق الأحمر من إعلان نفسه كأول الأندية المغربية التي تتأهل لدور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية في نسختها الجديدة. فهنيئا للفريق الأحمر.